السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم الحباب؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن حال نتوما ومعز عليكم وحباكم. شكرا لكم المشاهدين الاعزاز، شكرا لكم، تحية لكم كبيرة على تعليقكم وعلى كلماتكم الطيبة وعلى تفعيلكم زر الاشتراك، وشكرا وتحية كبيرة لكل واحد دخل عندي جديد ودار تفعيل زر الاشتراك. اليوم غنشارك معكم واحد الطبق ديال الدجاج بالقرعه، الكورجيط او الكوسه والجزر. هادو هما الاشياء اللي غنخضر بهم الطاجين اليوم ديال الدجاج. كما كتشوفوا هنا عندي الطماطم مطحونه، عندي المعدنوس، وعندي هنايا كاينه الثومه والبصل. بالنسبه هنا الدجاج، شوفوا بالنسبه للدجاج، انا رقدته ومشيت قضيت واحد الغرض وعاد رجعت، يعني راه كثار من ساعه وهو مرقد. بالنسبه للبهارات كندير فيه واحد النكهه ديال البهارات ديال البرتقال والفلفل الاسود والزنجبيل والكركم والبابريكا والتحميره اصلا، وحطيت معاه زيت زيتون والماء. يعني مرقد، راه مزيان، راه شبعان ترقد. وربع ديال ماجي او تقريبا نص، يعني ما كنكثرش. كنحاول ندير ما بين الماجي وما بين الملحه، يعني باش ما تجيش مالحه. دابا اول حاجه عندو الطاجين غنحط البصله ومن بعد نرجع معاكم. كنحط البصله هي الاولى مع الثومه وكنخليها تقلى، ومن بعد عاد ندوز اللحم نحطوه معاه، لان بغيت ندير نوعين ديال الخضر اللي غتكون خفيفه في هاد الطاجين بالدجاج دغيا كطيب. لما تقلات البصله كنحط الدجاج كما كتشوفوا، غنحاول نزيد نقص عليه باش يتقلى مزيان اللحم. لما تقلى الدجاج كما شفتوا حطيت الطماطم، ودابا راه كما كتشوفوا الطماطم كتقلى. دابا غنحط الجزر اللي حطيته في هذيك المرقه ديال اللي رقدت فيها الدجاج. بسم الله. صافي دابا هنايا غنخلي الجزر يطيب واحد ربع ساعه، ومن بعد عاد نحط القرعه ونخلي من هاد المريقه بحال هكا، نخلي منها باش غنحط فيها القرعه. ما كنحس بان الجزر راه طاب صافي مزيان كنحط القرعه، لان القرعه ما عاد تاخذ لياش واحد الوقت كتير، فما كنخليها حتى كطيب، يطيب الجزر وعاد كنستف القريعه ديالي. كنقسمها على جوج حيت جبنها صغيره. ما كتشوفوا نحاول ندير هذه الوسط نحط هذه هنا، وهذيك المريقه اللي كانت بقات هي اللي غنزيد عليها. شوفوا دابا غنحط الليمون مرقد، نقطعو اطراف ونحطو الفوق. ربع ساعه 15 دقيقه وصافي كنطفي عليها. كتشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. صافي دابا حطيت القريعه وحطيت الحامض وهذيك الفلفله، غنحسب ليها 15 دقيقه كما قلت لكم، وناقصه منها البوطه. وغنغطي دابا الطاجين ديالي. هنايا كنكونوا كملنا الطاجين ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشهيه طيبه ليا وليكم ان شاء الله، واللي تشهاتوا واللي كتوحم الله يسمح لي منها، لان كيجيب بالقرعه، القرعه كورجيط او الكوسه كيجي خفيف، مع الجزر كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن. درتهم على شكل طبقات كما كتشوفوا. هنايا عندي
البابا غنوج على شكلين. البابا غنوج هذا اللي درت هذا بالخيار وبالطماطم والبصله والباذنجان مشوي، وكنحط عليه رشات حبات ديال الرمان والمعدنوس كنديروه. هنايا كما كتشوفوا تاني البابا غنوج شكل اخر اللي كيجي بالطحينه وكيجي بزبادي او دانون مسوس، كيجي بحال هذا الشكل، يعني كيجي ممتاز ما شاء الله بحال هذا الشكل. نقربوا باش تشوفوه مزيان. هذا كيجي زوين، هذا عجبهم بزاف، هذا الشكل عجبهم بزاف، لان كان ثاني باذنجان مشوي او باذنجان مشوي، وكندير معاه زبادي او دانون على حسب كل بلاد شنو كاينه، دانون مسوس على حسب الكميه، والطحينه كتعطيه ثاني واحد اللذه، وزيت الزيتون وشويه الفلفل الاسود ونكهه ديال الكمون حتى هي كتزيد رائعه. وهنا عندي الرمان انايا منقياه وحاطاه في الفريغو، ومني كنبغي ندير بابا غنوج كننزل منه اللي عيكفاني وكنخليه. وكما كتشوفوا كنديروا الليمون او الحامض ورشات او وريقات ديال المعدنوس. كنتمنى هاد الاطباق اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وما تبخلوش عليا بزر الاشتراك، وجزاكم الله خيرا، والى فيديو قادم باذن الله.